فرق اسكندريه والله ما انا عايز اقول لك حوده ما هو الدنيا كده. ايه يا محمود يا عم؟ كله هنا بس ما اعرفش فين بقى. حد فكر يمشينا عشان يبقى مسعد ولا ما عليش. انت فين يا علي؟ انت فين قوي ده الامن الدوله ولا مين؟ اوعى تقول امن الدوله. عميل يا عميل. فنانون انتم في العين والقلب. فنانون انتم. ما صورتش ده الامن الدوله يا جماعه. رسمي خلاص؟ خلاص ايه بقت رسمي يا ابو عامر؟ الامن الدوله. هو خلاص هنروح عليك رسمي؟ احنا هنتابع في البدايه. مين دول؟ مين دول؟ بالظبط. كانوا يبقوا هم اخويا. خد خد. عشان كل الحاجات تقول ايه في اللحظه دي وانت في ميدان التحرير وسط الفنانين بعد الثوره؟ أقول إنها لحظة حرة، لحظة نقية جدا جدا، يعني تهدف إلى تغيير ما كان، وتهدف إلى تغيير الواقع، وتهدف إلى يعني إيجاد مستقبل أفضل يلعب فيه الفن دوره الحقيقي، دوره التنويري، دوره الوطني، دوره التربوي والتنموي والتثقيفي، لأننا كنا عايشين في فن مضبب وفن غامض وفن ضار، وأن مرحلة جديدة جدا يعني يقودها الفن المصري وتقودها الثقافة المصرية جديرة بأن يؤسس لها من هذه اللحظة. محمد تقول ايه في اللحظه دي؟ طبعا انا سعيد بوجود الاستاذ محمود عامر، وسعيد بوجود كل الفنانين، وبنتمنى زي كده ما احنا بنتجمع على طول، نتجمع ونعمل حاجات جميله ونغير في الفن ونغير في شكل الفن بقى، نتخلى عن فكره الفرد اللي بيسيطر على العمل الفني، ويبقى الجماعه او العمل الجيد هو اللي بيسيطر. يا رب الفن يتغير ويبقى في حاجات جديده وحاجات احسن. سلمى غريب النقابه بشكلها الجديد والرسائل للتواجد ومناصره الثوره تقول ايه؟ اقول لهم شكرا على اللي انتوا فيه، واقول ان احنا مش هنمشي من هنا حتى لو متنا لحد ما البلد دي تتغير. يا أستاذ تقول ايه في اللحظه دي لشعب مصر؟ أقول لشعب مصر فوق، علي يا سلمى فوق واصحوا. خليها مصر مش هتطلع لقدام غير لو كلنا اجتمعنا على حاجة واحدة بس، هي مصلحة شعبنا. استاذ محمود تقول ايه للشعب المصري من خلال فنانونا في اللحظه دي وانت بتمسح العرق من الشمس؟ بقول ان احنا كلنا ايد واحده لغايه لما نحقق اهداف الثوره. مصر عطاءه والثوره ولاده، وهنكمل على طول لغايه لما نحقق اهدافنا.